السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعلان لأهالينا بكل حلم فالسة خاصة ولمحب الخير عامة. ابتداء إن شاء الله من 1/3 الجاي سوف يتم تجديد المصلية القديمة قبل المزلقان، تحديدا قدام المصلية. كل المطلوب منك إنك تتبرع بأي شيء، أبسط شيء 15 اللي يجي منك كله لوجه الله. احنا دلوقتي داخلين على شهر الخير وكله بيتسابق في الخير. دي فرصة ذهبية. المصلية دي عبارة ان احنا تخيل بقى لو ربنا كرمنا ولحقنا رمضان اللي جاي، كمية الثواب اللي هتعود عليك لو الناس بدأت تصلي فيها التراويح. طيب مش هنحصل رمضان ومحدش هيصلي التراويح، هتبقى في الأيام العادية موقعها ممتاز لأنها على الشارع. فتخيل أي حد غريب أو أي حد على سفر هيجي يصلي فيها. تخيل كمية الثواب اللي هيعود عليك إن شاء الله من هذا العمل الخيري. طيب الناس تقول لك بقى انت يا عم دلوقتي الظروف مش حامله والظروف تعبانه ومش عارف ايه. اقول لك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيطمنك وبيقول لك ما نقص مال عبد من صدقه. يعني الفلوس اللي انت هتحطها هترجع عليك خير، على اولادك، على اموالك، على صحتك، على عافيتك، على كل شيء. التجاره مع ربنا تجاره شيء عظيم جدا جدا يا اخواننا. واحنا دلوقتي في ايام يعني اللي بيتبرع بيطلع حاجة لله بيكون عليه ثواب كبير جدا. الخير بيرجع، بيلف بيلف وبيرجع. فما بالك بقى بان انت تصاوب في عمل خيري كهذا كمصلية كل الناس تصلي فيها. كل لما انت تمر عليها تتخيل او تتذكر ان انت ساهمت في هذا العمل الجميل. التبرعات ان شاء الله هتكون عند عمنا الحاج حامد اب 70. لو مش هتتبرع انت ذكر خيرك او ذكر غيرك ان هو يتبرع، اي حد يتبرع. يا ريت ان شاء الله نبتدي كده من ابتداء من 1/3 او من بعد هذا الفيديو مباشرة. اللي عايز يتبرع اكيد يتواصل مع الحاج حامد ب70 ان شاء الله، وتكون واجهة مشرفة ويتم تجديدها ويتشال الحجر القديم وتتحط كده حاجة جميلة تليق بينا نبتدي نصلي فيها وناخد الثواب. انا بسمي العرض ده الفرصة الذهبية النهاردة في شهر الخير واحنا بنستعد لأعمال الخير. ادي اول بداية جات لك لحد عندك، ساهم باللي تقدر عليه. وقبل ما تستخسر او تقول هحط حاجة قليلة، اعرف ان الله سبحانه وتعالى يقول والله يضاعف لمن يشاء. تجارة مع ربنا كلها ربح، ما فيهاش اي خسارة. ان شاء الله ربنا يوفقنا لتجديد هذه المصلية. وزي ما قلت لكم مرة تانية التواصل مع الحاج حمد ب70 هو المسؤول عن لم التبرعات. وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم ويتقبل ويجعلكم من الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله.